السلام عليكم. جايبه لكم النهارده وصفه بطاطس ويدجز او بطاطس بالثوم والجبنه، بجد خطيره خطيره، من غير زيت، من غير قلي، من غير اي دهون. معانا كده بروتين نقي، والطعم بجد حلو جدا، مقرمشه. الولاد هيحبوها جدا. لو ما اشتركتوش لسه في القناه، يا ريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ونقول بسم الله ونبتدي بالوصفه والمقادير بتاعتنا. معايا 3 حبات من البطاطس، غسلتهم كويس وقشرتهم. وفي ناس بتحبه بقشره عادي، فطبعا يتغسل كويس جدا، لكن انا قشرتهم وقطعتهم صوابع. زي ما احنا شايفين، سميكه شويه، مش زي صوابع القلي. وبعدين حطيت عليهم ميه مغليه ومعلقه ملح، وسبتهم كده مع بعض شوية في المية المغلية دي اول خطوة علشان اجهز البطاطس الخطيرة دي. زي ما احنا شايفين بقى، قلبت كده الملح بتاعهم والمية المغلية، وهسيبهم كده شوية بس ياخدوا من المية بتاعتهم. بعد كده هصفيهم بورق مطبخ، مناديل مطبخ او فوطة مطبخ نظيفة، وهنشف البطاطس من المية خالص زي ما احنا شايفين. طبعا هي كده مش مسلوقة، هي يدوب طرت بس شوية، فحرفيا هي يعني عادي، هي مستحملة اي حاجة معانا، هي جامدة. هنزل بقى كمية البطاطس بتاعتي دي في كيس كده من اكياس التخزين، وعليهم معلقتين كبار من زيت الزيتون. واقلب بقى البطاطس، انا محتاجة ان هي تتغلف كلها بزيت الزيتون. وابتدي بقى ان انا اعمل التوابل بتاعتي او الخلطة اللي انا هتبل بيها البطاطس. معايا جبنة موتزاريلا او جبنة بارميزان المتاح عندكم. ومعايا معلقة من البابريكا، معايا معلقة من الزعتر او الاوريجانو، ومعايا معلقتين كبار نشا، ومعايا كمان معلقتين كبار من البقسماط. هقلب بقى المكونات دي وشوية ملح كده صغيرين، عشان احنا حطينا معلقة ملح في نقع البطاطس في الاول. هقلب بقى المكونات دي. طبعا لو تحبوا تضيفوا اي توابل تانية زي الكزبرة الناشفة، زي الكمون، زي الفلفل، مفيش مشكلة خالص، لكن هي ديت الوصفة الاصلية. زي ما احنا شايفين كده بقى، حطيته في كيس من اكياس التخزين، وهبتدي بقى ان انا اغلف البطاطس بكل التتبيلة وبالجبنة. وطبعا ضفت توم، انا اسفة نسيت، توم المفروم ده طبعا البطل بتاعنا، التوم والجبنة. توم، ضفت توم مفروم وقلبت بقى زي ما احنا شايفين كده. هقلب بقى المكونات، انا عايزة البطاطس تتغلف بكل المكونات دي، ودي احسن واسرع طريقة واضمن طريقة ان احنا نغلف بيها البطاطس بالتتبيلة بتاعتنا. بعد بقى ما ضمنت ان هي اتغلفت كلها، بهزها كده كويس، واتأكد ان كل بطاطساية متغلفة كويس جدا. بعد بقى ما اتغلفت زي ما احنا شايفين كده، هجيب بقى صينية فرن. ممكن نحط فيها ورق زبدة، او ممكن احنا ندهنها بزبدة لو مش متوفر ورق زبدة. وهرص البطاطس بتاعتي بقى، شايفين التتبيلة ثابتة عليها ازاي وشكلها عامل ازاي عليها. هدخلها بقى الفرن في الرف الاوسط كده، درجة حرارة 325. وزي ما احنا شايفين بقى، هي مش هتاخد وقت كبير في الفرن ولا اي حاجة. وهنختبرها كده بعصاية بتاعة الشيش طاووق، هنعرف ان هي استوت. زي ما احنا شايفين بقى، ده شكلها النهائي كده بعد ما استوت. طبعا من غير زيوت، من غير قلي، مشوية تعتبر، صحية وجميلة جدا، وطعمها بجد حلو. يعني الاطفال كمان هيحبوها جدا. جهزنا بقى معاها كاتشب، ممكن نجهز معاها صوص جبنة، ممكن مايونيز، النكهة اللي انتوا بتحبوها، مفيش مشكلة خالص. وده بقى كده شكلها النهائي مع صوص الكاتشب. عاوزة بجد اقول لكم ان فعلا طعمها حلو جدا. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة، واتمنى لو عجبتكم ما تنسوناش بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد من قناتكم اكلة ماما. اشوفكم فيديو جاي على خير. سلام.